والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي البنات، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة، إن شاء الله يا رب تكونوا كل في أفضل حال. منكم شنو أحوالكم، شنو عاملين، شنو أموركم؟ غبت عليكم البارح ما هبط لكمش فيديو. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كما العادة كما تعرفوا بالطبيعة أجواء عائلية ولمة وكذا، هوكا ساعة ساعة معناتها نغيب عليكم نهار ولا نهايرين هكايا. إن شاء الله تو في القريب هكا نرجع معناتها ننتظم في تهبيط الفيديوهات بقدرة ربي. بطبيعتي أنا هذا آخر فيديو من دارنا، مروحة بالطبيعة لداري إن شاء الله. غدوة كان نكتب وسهلت القدرة. هذه فيديو نهار الأحد، أنا بطبيعتي غدوة إن شاء الله معناتها نهار الأحد مروحة لداري الصباح، وإن شاء الله من نهار الاثنين تولي تعرف لكم الفيديوهات معناتها نرجع للروتينات من داري إن شاء الله. فهمتوا؟ باش نرجع لدارنا ما زلت ما عنديش بروجرام معناتها واضح قدامي الحق تاع ربي. فهمتوا؟ أكيد باش نمشي ونجي معناتها، ولا هما يجوا بحذايا ولا نمشي نعدي أيامات آخرين، أما ما نقعدش مدة معناتها، ما نقعدش كيما المرة هذيا أكل 4 5 أيام، نقعد ليلة ونهار مثلا وما نطولش ونروح. فهمتوا؟ وهما يجيو بحذايا إن شاء الله. مازلنا باش نعملوا بروجرامات، مازلنا نخموا في الخلاعة إن شاء الله في جويليا باش كنا نبداو مع بعضنا، خاطر تو مازال فما شكون يخدم وكل. فهمتوا؟ باش نشوفوا معناتها على الكونجيات نتاعهم ونتفاهموا كيفاش معناتها نمشيو ان شاء الله نعديو الخلاعه نتاعنا في شهر جويليا، اول جويليا ولا وسط جويليا، نتصور وسط جويليا. فهمتوا؟ مفيد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. توحشتكم برشا الحق تاع ربي. انا كي ما نهبطش فيديو ما نقراش تعليقات وكذا، ولو انه ما معناتها التفاعل النهارين هذوما نقص برشا، كان في الفيسبوك نقص ياسر، كان في اليوتيوب نفس الشيء معناتها نقص برشا التفاعل. فهمتوا؟ حسيرو بديت الفيديو كما شفتوا البنات من قهوة الصباح. نحب ديما نبدا معكم الفيديو من فطور الصباح، واحسن ركن عندي انا في الفيديوهات الكل هو فطور معناتها من ناحيه الدبانه. فهمتوا؟ هو فطور الصباح، خاطر انا نحب معناتها القاعده نتاع فطور الصباح على الاخر، نحبك القاعده تبدا مطوله، ما نحبش نبدا نزل في فطوري الصباح، ما نحبش نشرب قهوه هكا ونقوم ولا لا، نحب ناخذ قهوتي وانا في عقلي وناخذ كلمه نعطي كلمه. فهمتوا؟ ننظم اموري، نرتب افكاري. قاعتي الصباح هذيك اهم معناتها، أهم قاعدة في النهار الكل. بها هي معناتها نرتب نهاري، نفهم روحي شنو باش نعمل النهار هذاك. فهمتوا؟ ننظم أموري، ننظم أفكاري، نعمل تليفوناتي. والله بالحق ما كل واحد معناتها قاعد في بيرو هكايا يدخل يعمل هكا، يعمل اتصالات وكل شيء. انا بالضبط هكاكا معناتها. فهمتوا؟ قهوة الصباح عندي انا مقدسة معناتها، حاجة سكرية ذيك ومهمة برشا، حتى ولو معناتها يبدا الفطور بسيط ما يهمنيش، المهم القهوة عندي انا اهم من كل شيء. فهمتوا؟ في دارنا نشربوا قهوة الاولى، نشربوا قهوة الثانية، ساعات نشربوا قهوة الثالثة. بالحق والله العظيم كل ما يجي حد هكايا مثلا نعاودوا نطيبوا مرة أخرى قهوة عربي، مش هو حليب. الحليب أنا نشربها كان الصباح معناتها باش نفطر، نقولوا إحنا باش نعمل ساندويتش ولا كعبة كيك ولا كذا. أما قهوة عربي هذيك نتاع المزاج، نتاع الواحد هكا باش يقعد يمخمخ يفهم أموره وكل شيء. فهمتوا؟ نتاع الجو معناتها نقول مربوطة بالجو. فهمتوا؟ في دارنا إحنا نحبوا برشا القهوة العربي، نعشقوا حاجة اسمها قهوة عربي، نعشقوها. أمي مرة هذيك جبت يمكن تقريبا 2 كيلو 3 كيلو بن. فهمتوا؟ جبت شكارة كبيرة، قالت نعطيكم، نقول لها ليه معناتها زيد راك باش تعطينا، احنا بطبيعتنا موجودين بحذاك لهنا، خلي معناتها خليها عندك، وهنا بطبيعتنا احنا نطيبوا معناتها القهوة. قلت لكم نطيبوا مرتين 3 مرات قهوي عادي، راه والله نشربوا قهوة بصفة كبيرة. فهمتوا؟
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كهو بعد دخلت ديريكت غسلت المعونات هذوما، مشني قاعدة نقضي في قضية كبيرة في دارنا، خاطر ما شاء الله معناتها فما خواتي معناتها موجودين وأمي، وكنا معناتها متشاركين في القضية ومتشاركين في التطيب. يومين باش نغسل الماعون ونركب الفطور متاع نص النهار. اليوم قررنا باش نعملوا بيتزا ومعها سلطة مشوية، فهمتوا. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. باش نعمل كيلو فرينة تشوفوا إن شاء الله تويكا باش نبارطاجي معاكم الدبارة، وعملنا معها سلطة مشوية على الكانون. سلطة مشوية شويتها أمي ديك الباية متاع أمي، فهمتوا. وأنا باية معون وباش نحضر نحضر البيتزا. بالطبيعة احنا نعملوا فطور وعشاء، معناتها الفطور وحده والعشاء وحده، كل معناتها نطيبوا كل حاجة وحدها. من الحق تاع ربي راني ديما معناتها ما نصورش معاكم برشا حاجات في دارنا، خاطر تبارك الله الدنيا سخونة 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 بصفة غير عادية، سخونة برشا، فهمتوا. ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ما نصدق الحق تاع ربي نكمل التصوير نحيك الجبة ونمشي نلبس هكا حاجة مرتاحة اللي نتبرد فيها وكل، فهمتوا. ما نجمش نقعد نهار كامل بالفولارة ديجا معناتها هكايا راني حاسة روحي ما نحكي لكمش والله العظيم ياسر. ما شاء الله معناتها الدنيا سخونة وكذا، فهمتوا. مفيد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله دار عيلة وكل معون ديما معناتها موجود، باللي نغسلوا باللي معناتها اللي يجي يغسل راهو المعون، مش معناتها مرتبط بشخص معين ولا، فهمتوا. اللي تعدى يلقى معون في اللافابو يغسلوا هكا. الصابون بتبعته هذيك في الماكينة مش معناتها مش مشكلة. المسحان هذيك ديما احنا العشية معناتها قبل ما نفرشوا هكايا للنوم وكل، خاطر نفرشوا تراحي نفرشوا اللوطة، فهمتوا. فما اللي يرقد معناتها على الفروشيت، وفما اللي يحب يرقد اللوطة. احنا نفرشوا اللوطة، نمسحوا الدار ونبردوا الفيراندا نفس الشيء، فهمتوا. ونعملوا مسحة للدار الكل تبات على نظافة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نسهروا ونقولوا احنا معناتها واحنا متكين، فهمتوا. نكملوا سهرتنا واحنا متكين على التلفزة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كما تعرفوا معناتها الأجواء متاع العائلة التونسية يحبوا برشا نفرشوا تراحي هكايا اللوطة، وكل مخدة تبدا مرصفة هكايا، مخدة بجنب مخدة، والصغار يبداو في الوسط وكذا، يبداو يتعاركوا بينهم وبين بعضهم حتى لين يهزهم النوم. أجواء ياسر حلوة الحق تاع ربي. معناتها الصيف راهو أكثر حاجة تعجبني في الصيف هي اللمة العائلية، سينو معناتها كان من ناحية الطقس ولا كذا معناتها بالحق متعب شوية من ناحية السخانة، فهمتوا. النهار تبارك الله ما شاء الله طويل شي يكمل النهار، فهمتوا. أما من ناحية اللمة والجو كل ما شاء الله معناتها أجواء ياسر ياسر حلو. هني كملت غسلت المعونات، نظفت الغاز بطبيعة الحال. نحب الكوجينة تبدا منظمة كما العادة. هذه ربطة نعناع خذينا احنا من السوق، معناتها من سوق الزهرة، نهار اللي هبطت لنا وبيسام اختي، خذينا ربطة نعناع وخذينا فلفل وطماطم، فلفل بقلوتي وفلفل مسكي، وخذينا طماطم وخذينا بصل وبطاطا ومعدنوس وسلق. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وخذينا خس وسفنارية تنوشنا، وخذينا غلة وفريز وبطيخ. نظفت الخضرة متاع السلطة مشوية، فلفل وطماطم، خديت فلفل مسكي، خليت البقلوتي، خاطر البقلوتي بالطبيعة كما تعرفوا حر، فهمتوا. والله السلطة جات ما شاء الله معناتها هي بنينة، معناتها سلطة على الكانون بنينة برشا. بقى شنو ماهيش حارة، اللي خفنا منه معناتها اللي يقولوا احنا اللي هربنا منه طحنا فيه خفنا اللي تطلع حارة، يا اخي معناتها طلعت ماهيش مش حارة، فهمتوا. كان حطينا شوية هكا بقلوتي يمكن راهو طعمتها شوية معناتها هكا بالحرورية. وما تحب السلطة مشوية كي تبدا باسلة، تحبها تبدا موزوزة هكا وحرة، ولا هي قاعدة تنظف فيها معناتها بيديها. وانا قلت لها ديك تو تمشي بالزراعة، فهمتوا. معناتها تصورنا لي الفلفل حر، فهمتوا. يا اخي طلعت مش حرة، جملة جملة جملة. بورتون الفلفل راهو مسكي،
معناتها لا هو حار لا هو كيما تعرفوا معناتها متوسط، لا هو حار لا هو حلو. البقلوطي حار بالطبيعة، هذاك معناتها فلفل يبدا هو الأحر واحد فيهم هو السرتي، هذاك حار لطف معناتها حار على الآخر فهمتوا. مفيد جينا هنا باش نعملوا شوية البيتزا، خديت كيلو فرينة خاطر ما شاء الله عيلة، باش نعمل زوز أطبقة كبار باش نطيبهم في الفور متاع مرت خويا فهمتوا. الفور متاع أمي ماهوش هاك اللي قوي برشا معناتها ضعيف، البلاتوات نتاعو معناتها صغار ماهمش كبار، قلنا نعملوا زوز بلاتوات كبار في الفور متاع فايزة. خديت كيلو فرينة، حطيت عليهم شوية زعتر هاكا قاعدين تشوفوا البنات، حطيت عليهم مغرفة متاع ملح، وحطيت عليهم زوز مغارف وشطر متاع خميرة فورية، وحطيت عليهم تقريبا 4 ولا 5 مغارف زيت نباتي، وحطيت معاهم شنو آخر يا ربي الماء هذا، حطيت فيه 3 توابع سكر خاطر ما عندناش سكر مرحي، عندنا سكر توابع فهمتوا. الماء هذاك سخون شوية، هو بالطبيعة سخنته وبعد كده لذذته هكايا بشوية من بارد خاطر جاي سخون شوية، وحطيت عليه 3 توابع سكر معناتها ذوبت فيه 3 توابع سكر فهمتوا. وباش نلم بيه العجينة متاعي، لا حطيت عظم لا حطيت حليب لا حطيت ياغورت ناتور لا لبن لا حتى شيء، فرينة وخميرة وسكر وملح وزيت نباتي، تحبوا تحطوا زيت زيتون عادي حطوا، وحطيت معاهم شوية زعتر، كان عندكم حبق زاد حطوا الحبق يزيد يفوح البات، ولميت بالماء الدافي فهمتوا. نلم ونعجن معناتها ما نحطش الكميه نتاع الماء الكل، ديما في المعجنات ماذا بيكم ولا خبز ولا كذا ماذا بيكم ما تصبش الكميه نتاع الماء الكل، حتى ولو تبداو متاكدين معناتها من الكميه نتاع الماء فهمتوا، ما تحطوهاش الكل، ابداو صبوا بالتدريج باش معناتها نقولوا احنا كلي ما تحصلش في الماء، تولي زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق فهمتوا. معناتها ماذا بيه الواحد ينتبه في الحاجه هذه سورتو معناتها في السوائل، ماذا بيك تصب معناتها بالمرحله صب ولم هكا، وين تحسها مزيان تقبل الماء زيد شويه ماء، مش تزيد برشا، تزيد بشويه بشويه فهمتوني. العجينه نتاع البيتزا انا ما نعملهاش يابسه، ما نعملهاش معناتها كيما الخبز، لان نعملها مرخيه شويه هكايا، كلي نبدا نضرب فيها بيدي معناتها تشوفوا تويكا كيفاش الطريقه، ما نعجنهاش عجنين لا فهمتوا، لا نبدا هكايا نضرب فيها بيدي كيما نضربوا الفطير كيف ما هكا بالطريقه هذه، حتى لي البنات تتلم معايا البات تولي ليس فهمتوا، تولي بات معناتها ملمومه عجينه كامله وتولي ليس فهمتوا. هذوك العرافه العويد نتاع الزعتر قاعده نحي فيهم من العجينه، نبداو نخدموا فيها بالطريقه هذه البنات كما قلت لكم حتى لين تشرب كمية السوائل الكل، وبعد كده نخليوها معناتها تخمر في راحتها حتى لين تضعف في الحجم نتاعها. العجينة نتاع البيتزا ما تجيش معناتها عجينة يابسة، لا ماذا بينا نعملوها الطريقة كما قاعدين تشوفوا لهنا باش تجيكم عجينة خفيفة ما شاء الله ومنقبة، البيتزا جات ياسر بنينة ياسر بنينة فهمتوا، والصوص وكل شيء جات محلاها حاجة بركة نقول لكم عليها بعد كي النصيحة فهمتوا، معناتها أنا الحق تاع ربي ما كنتش نعرفها المعلومة هذه، مش نقول لكم عليها باش معناتها تاخذوا فكرة، وإذا كان أنا معناتها رايي صحيح تسندوني في الراي فهمتوا. إن شاء الله تو شوية أخرى هكايا نقول لكم على المعلومة باهي. كهو لهنا خدمتها مليح، صبيت عليه شوية هكايا ماء دافي من الوجه وغطيتها خليتها ويكا حتى لين ترتاح، نقولوا احنا متاع 10 15 دقيقة، ونعاود نرجع لها بعد كي باش نخدمها بيدي مليح البنات حتى لين تبدا هكايا نقولوا احنا تبدا ترشق فهمتوا، ونخليها تخمر عادة معناتها في راحتها، وبعد كي ان شاء الله نبداو نحضروا مع بعضنا في البيتزا فهمتوا. نضفوا البلان طرافاي نتاعنا ونتعداو تويكا للصلصة. احنا عندنا طماطم مكعب اما حبينا نعملوها بالطماطم المعجونه، هذه طماطم زينه البنات مش نقول لكم بصراحه معناتها طماطم زينه ما عجبتنيش الجمله، ما عرفتش تسندوني الراي والا لا، فيها اريرجو هكا نتاع قروصيه فهمتوا، هذه لاحظناها في الصوص نتاع البيتزا، وكي طيبنا زاد نفس الشيء معناتها روز جربي جاي بنين يهبل، اما المطعم نتاع الطماطم باين اللي هو فيه مطعم قروصيه فهمتوا. هي اختي قالت عجبتها معناتها باهيه، من الحق تاع ربي انا لاحظت اللي هي فيها مطعم قروصيه، ما نعرفش معناتها ملاحظتي صحيحه والا لا، حسيلو الصوص هي جات فيها وبنينه، اما فما مطعم قروصيه نتاع طماطم فهمتوا. انا راني ديما نحب السيكام
من الاخر معناتها يمكن فما الباباغايو زاده باهيه مشي خايبه، البتي باري زاده باهيه زاده باهيه على الاخر، البتي باري مشي خايبه. اما عزهم سيكام، عز معناتها طماطم سيكام زينه، ما عجبتنيش جمله معناتها فهمتوا. ما نتصورش روحي نشري منها الحق تاع ربي، وخير كي هكايا معناتها خذيت عليها فكره باش إن شاء الله مرة أخرى كي تصادفني ما ناخذش منها فهمتوا. بالنسبة للصلصة هذه البنات نجموا تعملوها بطماطم الكعب براو، كيما قلت لكم تصمتوها 3-4 دقائق وبعد كده تقشروها ترحيوها في الميكسور، تزيدوها شوية طماطم معجونة، شوية فلفل مهروش ولا فلفل زينة، وتزيدوها شوية حبق وزعتر وملح وفلفل أكحل وسكر وزيت فهمتوا، وترجعوها فوق الغاز الطيب معناتها فوق الغاز حتى لين تختار تولي تبقبق. الصلصة هذه بالطماطم المعجونة أنا نحط معناتها تقريبا مغرفتين أنا والبات بالطبيعة أنا وقداش باش نعمل بيتزا، نحط مغرفة كبيرة ولا مغرفة وشطر هكايا طماطم، ونحط معها شوية دوب بالليش هكايا فلفل أحمر، ونحط معها زعتر، ونحط معها حبق وزيت وسكر وملح، ونمرقها دوب بالليش هكايا ونخليها تكتك حتى لين نقولوا احنا تخثار فهمتوا، تخثار بالكدا وتقر زيتها شوية هكايا، ونطفي عليها الغاز ونخليها ترتاح بالطبيعة حتى لين نبداو نحضر مع بعضنا في العجينة. شفتوا العجينة تبارك الله ما شاء الله قداش هليس محليها معناتها، وتطاوع في الخدمة قد ما ترتاح قد ما تطوعكم في الخدمة. البات سهلة ما فيهش برشا مكونات، الصوص معناتها متاع الطماطم نفس الشيء فيهش برشا مكونات وسهلة الطريقة وبرشا جربوها، الحق تاع ربي ديما يشكروا فيها. مش والله ما نعرف نقص نحي الزرع، نعمل واحدة فيها الخضرة واحدة جبنة وتونه كهو. يودا شقولك يودا شقولك بإيش؟ بالسلطة باش أحبها. تاكلها انت؟ أيوة أكلها كلها بالحق؟ بالحق. شنو نحطوا فيها؟ فلفل وطماطم وشنو واخر؟ بيض زيت ونحط فيها غولة غولة يا ميتي. هاي فما بلاصة فيها هذه حط فيها راس بصل ولا حطش بصل ميتي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قعدت نضحك على الكلمه نتاع اياد ولد ابتسام اختي كي قال نحط فيها غوله، قلت شنو تحط فيها سلطه؟ قال نحطوا فيها غوله، وانا في بالي مش يقول لي نحط فيها زيت زيتونه ولا فهمتوا. يعرفوها بالطبيعه معناتها هم يطيبها راهو في عمان وطيب لهم برشا وصفات تونسيه، اما هما يحبوا ديما ياكلوا حاجه بالروز فهمتوا. يمكن الكسكسي يحبوه، المقرونه زاد نفس الشيء يحبوه خاطر مغرفه معناتها كل حاجه فيها مغرفه يحبوها. الخبز معناتها ماهمش مع الخبز برشا فهمتوا، هما يستعملوا ديما الروز في بلاصه الخبز، يقولوا له كيما العيش معناتها فهمتوا، ياكلوا به المرقه ياكلوا به اللحم ياكلوا به الحوت. الروز هو معناتها الحاجه الاساسيه فهمتوا، كيما احنا عندنا الخبز الحاجه الاساسيه في على الطاوله معناتها في ماكلتنا، هما عندهم الروز. اما ياكلوا رما كسكسي ياكلوا مقرونه بقى شنو مش حار هكا. امي معناتها ما تحرحرش الجمله، تحط دوب بالليش هكايا فلفل احمر فهمتوا. لهني قاعدة نحضر في الخضرة متاع البيتزا كيما العادة فلفل وبصل نقصهم شرائح فهمتوا. نحب البصل يبدا باين معناتها شرائح، والفلفل نفس الشيء. كان عندكم فلفل الوان احمر واصفر واورانجي مثلا، جربتها معكم مره ياسر جات بنينه، عملتها باللحم مفروم وعملتها بالفلفل الالوان كنت تثبتوا عليها، جات ما نحكي لكمش بيتزا عالميه ياسر بنينه فهمتوا. تحب الجبن موزاريلا بالكدا وتحب اللحم مفروم وكل معناتها تجيب بنينه على الاخر. انا نحب البيتزا تبدا فيها الخضره سورتو البصل يبننها ويعطيها ريحه ياسر فيوحه فهمتوا. الفلفل نفس الشيء زيدا معناتها اذا كان تحبوا انتم الفلفل حطوا شامبينيون زيدا، تحطوا فيها شامبينيون بقى شنو في المرحله هذه معناتها كي تحطوا الصوص تحطوا البصل وتحطوا الخضره نتاعكم بصفه عامه معناتها كانت طماطم مثلا مقصوصه، فلفل مثلا الوان ولا فلفل اخضر بصل شامبينيون فهمتوا كيما تحبوا انتم معناتها نوعوها كيما تحبوا انتم. وبالطبيعه معناتها الموتزاريلا والطن هذيك وقت اللي نخرجوها من الفور نحطوا لها الجبن ونحطوا لها الطن والزيتون وتزينوها هكا شويه معدنوس من فوق هكا تجي منظر روعه معناتها حاجه ياسر بنينه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. رشيت شويه فارين على اللطبقه باش نبدا نحل في العجينه، قسمت على 3 خليت شويه عجينه لامي خاطر لقيتني نحب نجرب نعمل بها شويه فطاير فهمتوا تاع كعبتين 3 هكا، والباقي قسمته على 2 على اللطبقه. نولي غاديكا في العجينه لامي قلت لها شوف ما شاء الله العجينه تبارك الله قداش خملت ما شاء الله وتكستور نتاعها محليها،
ما شاء الله معناتها كيما حبيتها أنا بالضبط، فهمتوا. لهنا باش نقسمها بالتساوي بالطبيعة، بقى شنو مش نخلي لها معناتها الكمية اللي مش تقليها هي، باش نخليها معناتها مش حاجة كبيرة، فهمتوا. الباقي باش نقسمه على 2 خاطر الأطبقة ما شاء الله معناتها كبار، ماهمش صغار. تقريبا كل شيء حاضر لهنا، ومش نبداو تويك عادة ان شاء الله معناتها نحضروا البيتزا متاعنا وندخلوها للفور. هذيك غطيتها وخليتها لها هي باش تزيد تخمر، وبعد كده معناتها تعملهم هكايا كيما الفطاير الصغيرين، فهمتوا. شوفوا لهنا حطيت على الطبق ديريكت تجيبيني باش نبدا معناتها نحلها بيدي. بعد كده بطلت قلت لي نحط رشه شويه فرينه على الرخامه ونحلها بالقلقال، يكون احسن وخير من نقعد من غير ما نقعد معناتها نتعب روحي هاي مشات العجينه ولا ما مشاتش ولا كذا. لا مش نرش الفرينه على الرخامه ونبدا نحل فيها بالقلقال، كيكه احسن وخير. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بالليل بغيت باش نجاوبكم على تعليقات جاتني في الفيديو اللي فات، خاطر ابارامون انا نسيت ما قلت لكمش على السوم تاع الاسبيراتور، فهمتوا. ونزرب ومازلنا كي روحنا من السوق ونحكي لكمش معناتها الدنيا سخونه وكذا، وحنا مش نحضروا رواحنا ومعناتها ناخذ تاكسي ونرجعوا لدارنا. كلي دخلت بعضي شويه، فهمتوا. نسيت الحق تاع ربي، نسيت في بالي باش نقول لكم على سوم ونسيت. المفيد هذيك سومها ب 160 دينار، تسمى معناتها بلاش فلوس مقارنه بالنسبه للاسوام اللي قاعده نشوفوا فيها في المجازانات، فهمتوا. تسمى بلاش فلوس اسبيراتور كيف ما هذيك، وراهي سلعه طياره ومعناتها بريسك جديده، معناتها اللي نتاعها طياره على الاخر، وما شاء الله معناتها قويه بالكدا، فهمتوا. السوم نتاعها يسمى معناتها بلاش فلوس. الاخرى اللي بالشارج ب 170 دينار زائد 10,000 على هذه. الاخرى فيها اسبيراتور صغيره، زوز اسبيراتورات، واحده كبيره تمشي معك وين تحب معناتها، فهمتوا. ومعاها واحده صغيره نتاع صاله هكايا، مثلا باش تنظف كنبي ولا باش تنظف كرهبه ولا باش تنظف قجرات ولا كذا. الاثنين ما شاء الله معناتها اللي تنتيحوا به بالكدا هما الاثنين مع بعضهم، واحده راكبه في واحده، فهمتوا. الصغيره راكبه في الكبيره باهي ب 170 دينار، سما معناتها كيف نفس الشيء، راهي ماشي غاليه، فهمتوا. فما سيكونس انا صورتها راني وتفسخت لي، ومش تفسخت لي استغفر الله العظيم، انا في بالي عامله معناتها من ناحيه البوز، وانا ما نحيتش البوز، وانا قعدت نحكي انا وياها الليله وتوري فيا في الاسوام وكل هكا. صورت لكم ماكينه القهوه، وصورت لكم الاسبيراتور هذه الحمراء اللي شفتها اللي كنت باش ناخذها، وصورت لكم برشا حاجات، فهمتوا. بخلاف معناتها اسمها يا ربي الكوكوت وكل، فهمتوا. صورت لكم حاجات اخرين من الحق تاع ربي. بعد ما كملت معناتها وماشيه غسلت التليفون نلقى روحي عامله بوز، فهمتوا. ما صورت حتى شيء، اما هي اطول منها كيكه سيكونس، ومعناتها صورت لكم فيها برشا حاجات. مش كاتب المفيد معناتها ان شاء الله تو مره اخرى بقدره ربي نهبط لسوق الزهره ان شاء الله ونصور لكم بالتفصيل. عندها هي معناتها برشا حاجات ياسر حلوين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حليت العجينه اللي هنا كما شفتوا البنات على الرخامه على الفرينه وبالقلقال بطبيعه اسهل وخير، من غير ما نحط بابي كويسون ولا حاجه، كرشيت شويه فرينه تمشي معك فاسيلمون، فهمتوا. ونهزها بطبيعه بالقلقال ونحطها في الطبق نفس الشيء، يبدا مرشوش هكايا شويه فرينه، خليها ترتاح شويه، وبعد كده نعاود نرجع لها باش ننظم لها المكونات نتاعها، خاطر العجينه راهي قد ما ترتاح قد ما تطوعك في الخدمه، فهمتوا. كي تبدا دوب ما عملتها ما تطوعكش بالكل راهو، فهمتوني. خليوها ترتاح هكا دقيقتين 3 وارجعوا لها تشوفوا كيفاش تبدا معناتها سهله معناتها في الخدمه، ما شاء الله ما تعبكمش جمله. نقبتها بالفرشيطه بالطبيعه البنات، وباش نصب لها تويكا شطر معناتها نصب لها ولا كيفاش شطر الكميه نتاع الصوص طوماط، فهمتوا. هي راهي ما شاء الله الصوص هذه ياسر فيوحه وياسر بنينه. احنا نحبوها اكثر من الطماطم الفريشكا، فهمتوا، اكثر من الصوص نتاع طماطم الكعب، تعجبنا برشا الصوص هذه. بقى شنو هاني قلت لكم الطماطم هذه زينه، الحق تاع ربي فيها مطعم قروسيه، ما ننصحكمش بها الحقيقه، معناتها أنا اول مره راني ناكلها، ما عمري ما عندها ما شريتها في داري ولا كذا، فهمتوا. انا ديما نشري سيكام ولا بتي باري، هذوك معناتها الطماطم اللي الانواع نتاع الطماطم اللي نشريهم. بالطبيعه نحاولوا نحلوا الطماطم معناتها نوزعوا الطماطم على الوسط نتاع البيتزا كل، ونخليو ديما كل البور هذاك الحرف نقولوا احنا سانتي هكا، نبعدوا سانتي ونصبوا الصلصه الكل، فهمتوا. ما نعملوهاش على الوجه نتاع البات الكل.
حطيت لهنا شوية فلفل وبصل نوزعه بالطبيعة بهكا معناتها بالتساوي نقولوا إحنا. إذا كان فما شكون مثلا ما يحبش نجم مثلا تقسم البلاتو نتاعك في 2، شطر تخليه بالصوص تومات هكا هو، شطر تعملوا مثلا فيه شوية بصل وفلفل كيما قلت لكم شامبينيون كذا على حسب معناتها ما يحبوا أفراد العائلة فهمتوا. حقيقة إحنا معناتها كلهم ياكلوا الخضرة عادي، حتى اللي ما ياكلش معناتها كي يشوف غيره ياكل يولي حتى هو يولي حتى هو ياكل. كمان حضرنا البيتزا نتاعنا اللي هنا طلعت الكوجينه نتاع مرت خويا، شعلت الفور خليته يسخن تقريبا دقيقتين 3 دقائق، وبعد كده دخلت بالبلا فهمتوا. البلا اللي يقرب يطيب نطلعه الفوق هكا باش يحمر، ونحط البلا الثاني به اقصى حراره بطبيعه الحال معناتها من فوق ملوطه على اقصى حراره من غير مروحه به في الفور نتاعها، خاطر ما شاء الله فورها كبير فهمتوا، فورها تبارك الله قوي. والبيتزا ما تحبش الفور الضعيف، تحب الفور يبدا قوي ونار قويه بالكدا باش تجي طريه وما تجيش يابسه فهمتوا. هذه معناتها زيد استيوس باش تنجح لكم البيتزا. لازم الفور يكون سخون مسبقا تقريبا 5 دقائق، وتبدا على اقصى حراره من فوق وملوطه فهمتوا. ما تاخذش اكثر من 10-15 دقيقه على اقصى تقدير 15 دقيقه باش تجيكم البيتزا طريه وتجيكم بنينه وريحتها فاوحه. كي تاخذ وقت اكثر في الفور تخرج يابسه وتخرج فيها ريحه الخميره فهمتوا. تعطيوها وقتها بالضبط. هذاك علاش الفور لازم يبدا قوي. الفور نتاع امي يحب له سنوات ضوئيه باش معناتها باش يسخن فهمتوا. وزيد الطبقه نتاعها ظرافه على الاخر. كنا بلا نطيبوا في الفور نتاع مرت خويا خاطر طبقتها تبارك الله ما شاء الله كبار. فهمتوا. ولا الفور سخون. انا تو حطيت الطبق الاولاني دقيقتين اخرين نخرجوا ونحط الطبق الثاني، ونهبط نكمل ان شاء الله نزينها في كوجينة امي فهمتوا. حضرت الجبن وحضرت التون، مازلت ما صفيتوش التون، مازلت ما صفيتوش من الزيت. وحضرت الموتزاريلا العربي فهمتوا. وامي عندها سطر شويه على الكانون اليوم ما شاء الله، والصغار طيبت لهم رز على بالدجاج. هذه معناتها الدباره نتاع فطور نص نهار نتاعنا نتاع اليوم. نحكي لكمش توا على الريحه نتاع البيتزا البنات، ريحه عالميه دوختني الريحه والله دوختني. تعرفوا الصلصه هذه اللي تجيب بالطماطم المعجونه، والله يصدقوني ابن ما الصلصه اللي تجيب بالطماطم الفريشكه. حتى الاخرى بنينه راه بنينه وفاوحه ما شاء الله، وحاجه فريشكه هكا خير من المصبرات بالطبيعه. اما هذه فيها ريحه غير عاديه. زيد انا حاطه فيها الفلفل والبصل، خاصة البصل يزيد ينكهها ويزيد يعطيها ريحة مش نورمال فهمتوا. الفلفل ماذا بيكم تحطوا فما نحلة ولا بوزمزم. الفلفل ماذا بيكم تحطوه حلو مش حر. انا اليوم الفلفل هذا هو مسكي، اما حر مش نورمال. رصاتلي انا بطبيعتي نحيت الزريعه من الاول، وبعد ما قسيته وغسلته بالزيت نحيت له معناتها الزريعه نتاعو الكل. وان شاء الله يا رب ان شاء الله ما تجيش معناتها البيتزا حر. خلينا نمشي توي كان نتفقد البيتزا ونعاودوا نرجعوا نتقابلوا ان شاء الله في كوجين امي يعني. لهنا بعد ما حضرت البيتزا البنات هبطت الكوجينه نتاع امي كما قلت لكم. باش نحط عليها شويه جبن من نوعيه خايبه مش باهي. نفس الشيء معناتها بورتون هذا راهو موتزاريلا عربي والميدي جرام تاعو غاليه مش رخيصه، اما النوعيه ماهيش باهيه ما عجبتنيش. ماهوش كي اللي نقولوا احنا معناتها يذوب ولا فهمتوا. بورتون معناتها قلت لكم ميدي جرام راهي مش رخيصه غاليه شويه. مفيد. حطيت الموتزاريلا وحطيت التون انا نستقطرو من هذه تون بالماء، ماء وزيت مخلط ماء وزيت فهمتوا. نستقطرو مليح هكايا نعصرو معناتها ماك الماء هذيك، وبعد كده نرشو على الوجه نتاع البيتزا. كان عندكم زيتون مقصوص بطبيعه الحال تنجموا تحطوا تزينوا اخضر والا اكحل. كما قلت لكم شامبينيون راهو يبنن برشا. السلامي زادة تنجموا معناتها سلامي بقري مش سلامي داند ولا كذا، سلامي بقري فهمتوا. ما نشجعش عليه داند جمله هنا خاطر واحده من الناس انا راني ما ناكلوش وما ناكلش المنتوجات هذيك الكل فهمتوا. السلامي وك الجمبون وك الشيء هذيك الكل راني ما ندورش به جمله فهمتوا. توا رشيت شويه معدنوس على طبق واحد، والطبق الثاني خليته من غير معدنوس خاطر فما شكون ما يحبش معناتها المعدنوس. باش نقصوه لهنا مربعات. امي ديجا حضرت سطم شويه، وهي اختي هبطت لنا شوربه لسان عصفور، هبطت لنا طاجين تبارك الله جاي فطور قمقوم عالمي يعمل 66 كيف. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حطوا اللايكات البنات ربي يخليكم. حطوا برشا تعليقات ربي يفضلكم فهمتوا. ما تقصروش معايا واقفوا معايا بالدعم. ادعموني معناتها في الفيسبوك خاصه ولا اليوتيوب معناتها هذوما المنصات الاثنين اللي انا ديما نهبط عليهم
بانتظام، فهمتوا؟ نستنى دعمكم، نستنى تعليقاتكم المزيانة، نستنى اشتراكاتكم إذا كان ماكمش مشتركين، وإلا متابعة على الفيسبوك، وتعليقات مزيانة هكا. تنساوش اللايك، تنساوش الجيم زادا في الفيسبوك. باهي، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ذوقت أمي غديك قلت لها باهي، قالت لي خايبة تعايف فجعتني والله فجعتني. قلت لها يا امي انت طيحت المي في ركيبي. قالت لي بنتي تو انت تعمل حاجه خايبه بنينه تهبل ولا توجعت انا من اللو. قلت يا ربي تستر قالت لي تعايف مش بنينه الجمله. حسيلو كان لهنا باش نحط في الصحنه ونحطو نفطروا على روايحنا. حضرنا كيسان تاي بالكاكاوية بعد فطور نص النهار، وفي الليل مش نخرجوا مع بعضنا ان شاء الله، باش نمشيو نعملوا دوره في عزيزه، دوره ليليه ذي في مغاسة عزيزه، ولهنا معناتها نكونوا معناتها بعزيزه نكونوا كملنا الفيديو، فهمتوا؟ وان شاء الله الفيديو جاي من داري بقدره ربي، نفطر فطور الصباح بطبيعه الحال، وبعد كي نروح لداري ان شاء الله يجيب لكم فيديو حلو ان شاء الله المره الجايه. باهي، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هذه تجي فيها البات هذه متاع العجينه هذه، يجي فيها الرايب، فهمتوا؟ تجي معناتها بيتزا ما نحكي لكمش بيتزا روعه. كان تحبوا تحطوا اضافه معناتها حطوا فيها شويه رايب هكا يجيكم ما شاء الله. كهو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعرفوا من اللي جيت لدارنا، استنوني، من اللي جيت لدارنا هذه اول خرجه في الليل. خرجت حتى مره في الليل في الحومه معناتها، فهمتوا؟ اما محواس نخرجوا نحوسوا عادي، ما في الليل هكا في الحومه باش نخرجوا نقضيو. هذه اول خرجه. تو ماشيين لعزيزه البنات، مازال لها ساعه وتسكر، فهمتوا؟ في ساعه وتسكر. لازمنا في ساعه نخلطوا نقضيو ونروحوا. تو 9 نتاع الليل، 9 وشويه، تو 9 وشويه نتاع الليل، فهمتوا؟ هي ساكن 10 وشويه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اول مره نسجل في الحومه اللي هنا في حومتنا، اول مره نخرج في الليل ونسجل هكايا. حسيلو هذه البنات يستنوا فيهم قدامي، قلت لهم خلينا نسجل المقدمه ونخلط عليكم. هاي هلا وهلا وابتسام، هلا ومريم، ابتسام والصغار مشاو للمناج. سلام لباس. ابتسام ومرت خويا والصغار الكل مشاو للمناج، مشاو يشربوا قهوه وعاد يوصل للمناج. الدنيا ما نحكي لكمش بالسخانه، سخونه سخونه سخونه. انا حضرت ويكا، حضرت في 3 دقائق والله صدقوني حضرت في 3 دقائق. هاي خلينا نخلط على البنات ونتقابلوا ان شاء الله في عزيزه. اول مره نخرج المجازان في الليل. اجواء المحمديه في الليل. ها اجواء المحمديه في الليل والله ما شاء الله، حافله ما شاء الله حافله. هذه عزيزه، عزيزة المحمديه فيها الخبز. شنو هذا؟ كافي ترك. جرانولا. ب8490. هاو السكر. خذ لها باكو فرينة، خذ لها باكو فرينة. محلول هذاك، محلول متوسط راه. هذه هو فا هذه شنو هذه؟ نوعية جديدة. من هذا ما لو بولونجي، لو بولونجي هذه كلش نوعية جديدة. هذه سمول فينو. شو محليه هذه؟ تيش يعجبوني هذو 8950. شو تبقى تيجري محليه ياسر مزيان. هذا محليه مزيان. وشو هذا؟
تقري في الروج. دوما صحن تاع مقرونه. دوما يظهرلي سليبس ها تقري زادا كيف نفس الشيء وصحنا. شنو شو محليه هذا القريب هيلا. شو هذا زاد مزيانو يا مبنو. هذا مزيان، هذا حلو برشا، هذا مزيان على الاخر. اليوم الوصلة زاد كلشي نتاع بحال حسيب. انا شفتهم في الفيسبوك مهبطين الجمعة هذه على متاع البحر. وي نعم. ها لا البودر هذاك بودر هدايا هذه ب29,000. انا وريته كاتليتر فما 4 لترات هاوكا زاده موجود 4 لترات ب19,000. الجيل ب19,000. من غير ما تشوف ما تشوف شو محليه مزيان. ها ب42,000 هاي كسومها 42 دينار. شو هذا زاد محليه هذا بتاع حليب. هذا بتاع حليب. شوف كيس محليه مزيانو. سكري اما ما فيهاش اختها. وين اختها زعما؟ بلاش اختها يا اخي. خساره والله خساره. هذه ب6000. شو محليه كيس مزيان مبنو. كيس هذا يهبل زيت. شو هذوما محليهم القماص هذوما ب11 تاع جو بالله راه مش بلاستيك. شو هذي زاده محليه هذي ب5000. هذوما نتاع قلاص الكوب على 3000. ريته وفما في الفي مزيان. هذه شنو هذه بلا هذه زعما بلا هذا بلا اونفير بالله هذه